معانا النهارده على السجاده الحمراء محمود العربي، واللي ما يعرفش محمود العربي خليني اقول لك انه صاحب شركه توشيبا العربي اللي موجوده في كل بيت حرفيا. محمود العربي اللي بدأ رحلته وتجارته من هو عنده 5 سنين، يعني بتتكلم عن طفل. محمود العربي اللي جه عليه وقت وابهر اليابانيين، واليابانيين راقبوه واشتغلوا معاه وبقى اكبر مستورد ليهم. وما اكتفاش بكده كمان، ده بعد اول سنه من الشغل معاهم خلاهم يفتحوا مصانع عندنا هنا في مصر. محمود العربي نقدر نقول عليه بطل عربي حقيقي، بدأ رحلته ب 30 قرش لحد ما جمع امبراطوريه هائله. نقدر نقول ان المكسب شغال حتى انت بتتفرج عليا يعني دلوقتي. وهنا تيجي اسئلتنا المهمه: ازاي طفل عنده 5 سنين بس ومعاه 30 قرش قدر يبدا في التجاره بتاعته؟ كانت ايه هي نوع التجاره ديت؟ السؤال التاني: ازاي الحاج محمود العربي قدر يوصل انه يبقى صاحب اكبر شركات كهربائيه على مستوى العالم؟ وايه السر او الاسلوب اللي ساعده على ده؟ وزي ما احنا عارفين، اللي ما بيخسرش ما بيكسبش، يعني التجاره زي ما فيها مكسب فيها خساره. ايه اكبر خساره تعرض لها محمود العربي واللي تقدر بحوالي 5 مليون جنيه؟ وده رقم كبير على فكره مش صغير. وقدر يتعلم ايه من الخساره دي؟ يجي السؤال اللي اهم من كل اللي فات: هو ازاي محمود العربي قدر يلفت انتباه اليابانيين ويخليهم يشتغلوا معاه؟ وازاي اتحول من التجاره للصناعه، الصناعه اللي كانت نقطه تحول كبيره جدا في حياه محمود العربي؟ اقول لك هي دي الاسئله المهمه اللي معانا النهارده، يلا بينا نجاوب عليها. في البدايه كده خليني اقول لك ان محمود ابراهيم العربي اتولد في المنوفيه قريه ابو رقبه عام 1932، وكان من اسره بسيطه جدا. كان الاب مزارع والام كانت ربة منزل، بس ربوا محمود على مبادئ الاسلام، لان عادات القرى دي زمان بتبقى متدينه، ودخلوه الكتاب من سن 3 سنين. وتربى محمود على الصدق والالتزام والصبر والامانه، وكمان حفظ القران لحد ما وصل ل5 سنين، علشان هنا يبتدي رحلته التجاريه. طفل عنده 5 سنين هيبتدي يفكر ان هو يتاجر. وهنا محمود العربي حوش 30 قرش على مدار سنه كامله، وكان ليه اخ شغال في مصر قرر ان هو يديله ال 30 قرش يجيب له بضاعه وهو جاي. وفعلا عمل كده، كان بيجيب شويه بومب وصواريخ وشبح وقطاليا وبلالين وحاجات من دي. ومحمود كان بيجيبها يحطها قبل العيد قدام البيت عنده، يكسب من 10 ل 15 قرش فيهم. يعمل ايه كمان؟ كان ياخد المكسب زائد راس المال يديهم لاخوه علشان يجيب له بضاعه. وفضل على الحال دوت من 5 سنين لحد ما بقى عنده 10 سنين. ومن هنا قرر اخوه ان هو يوديه مع مصر يشتغل معاه. عرض عليه وعرض على والده وعلى الاسره وقالوا له مفيش مشكله. وفعلا نزل محمود العربي على مصر عشان يشتغل هناك. اخوه كان مجهز له شغلانه في محل عطور، ان هو يقعد يقفل الغطيان بتاعت الازايز او يحط بس التيكت عليهم. ومحمود نزل الشغل دوت وما كملش فيه الا شهر واحد، مع انه شغل مناسب جدا لطفل عنده 10 سنين. بس هو كان عايز حاجه اصعب من كده. قال لك انا ما بتعلمش حاجه، انا ما بستفادش من حاجه، ايه اللي انا بعمله دوت؟ انا عايز التجاره زي ما كنت بعمل. وفعلا قال الكلام ده واخوه وداه محل خردوات قطاعي عشان يشتغل فيه. وفرح محمود قوي بالشغل دوت ونزل الشغل دوت وفضل فيه 7 سنين كاملين. واتعلم حاجه مهمه جدا من الراجل صاحب المحل دوت: بيع كتير اكسب قليل. سياسه كان ماشي عليها صاحب المحل دوت في البيع عنده، وكانت الناس عنده كتير جدا. ليه؟ لان الناس بتروح للحاجات الرخيصه، بس الراجل دوت كان طريقته وحشه، اسلوبه وحش عشان الناس بتيجي، فكان بيتنك عليهم. على عكس محمود كان بشوش وكانت الناس بتضحك في وشه. وهنا الناس حبت محمود علشان طريقته وعشان اسلوبه الحلو، واستنت لما يبقى هو اللي واقف في المحل عشان تشتري منه. والراجل صاحب المحل خد باله من الكلام دوت، وابتدى يروح يقعد على القهوه يقعد يلعب في طاوله كده، وقال لك كده كده طالما المحل شغال وبيبيع انا ما عنديش مشكله. لحد ما يجي يوم ويقرر محمود يسيب شغله مع الراجل دوت اللي بقاله معاه 7 سنين في القطاعي. قال لك اخد خطوه اعلى شويه، انتقل لمحل جمله. وفعلا محمود العربي راح لمحل جمله قعد فيه 15 سنه، وجات عليه حتى في فتره الخدمه العسكريه وهو شغال مع الراجل ده كان يروح الجيش وينزل اجازات يشتغل معاه. وبعد كده محمود العربي قرر يسيب محل الجمله اللي كان شغال فيه اللي قعد فيه 15 سنه. ولما تيجي تحسبها هتلاقيه قعد 7 سنين في قطاعي و15 سنه في محل جمله، يعني 22 سنه، خبره كبيره قوي تخليه يفكر ينتقل للنقطه اللي بعدها. وفعلا محمود العربي قرر ان هو يفتح محل، وكان في واحد شغال معاه في محل الجمله. الاثنين اشتغلوا مع بعض بالمجهود ولقوا 2 شركاء يمولوا المشروع بتاعهم وفرشوا المحل، وابتدى يعمل شغل جبار. بس عايز اقول لك انه بعد 3 ايام من فتح المحل، الشريك اللي كان معاه اللي دخل بالمجهود اللي كان شغال معاه في محل القطاعي تعب بعد 3 ايام. وهنا محمود العربي كان واقف لوحده وجاب واحد بس يشتغل معاه، وقال لك يا رب الواحد دوت بعد كده يبقوا 100. محمود العربي حقق ارباح هايله جدا في المحل ده، وكان بيبيع في اليوم ب 1300 جنيه، يعني دلوقتي بما يعادل حوالي 300,000 جنيه في اليوم. واللي كان مساعده على دوت انه كان بيتبع سياسه راجل صاحب المحل القطاعي اللي اتعلمها منه: اكسب قليل تبيع كتير. وهي دي السياسه اللي فضل مستخدمها، عشان كده قدر يحقق ارباح كبيره. بس بعد سنتين من فتح المحل حصل شويه مشاكل والمحل اتقفل. ولو تفتكر انا قلت لك ان محمود العربي كان ليه شريك، الشريك دوت تعب بعد 3 يوم من فتح المحل وفضل سنتين تعبان وبعد كده مات. ومحمود العربي قسم الفلوس على الورثه اللي هم اولاده. وما اكتفاش بكده كمان، حاجه تعرفك ان الراجل دوت انسان حقيقي: الراجل دوت ربى اولاده وخلاهم حاجه كويسه جدا،
ولما كبروا وقدروا يعتمدوا على نفسهم ادى كل واحد منهم 30,000 جنيه، وده كان مبلغ كبير جدا ساعتها علشان يبداوا بيه حياتهم. ودي حاجه من ضمن الحاجات الحلوه الكتيره اللي كان بيعملها محمود العربي. وبعد ما المحل اتقفل والشراكه اتفضت، عايز اقول لك ان هو ما قعدش ساكت، لا ده بالفلوس اللي كسبها اشترى محلين، وكان عنده اخين خلى الاخين يشتغلوا معاه وعملوا عقد شراكه واشتغلوا الثلاثه مع بعض، وما شاء الله برضو عايز اقول لك ان هم عملوا شغل جميل جدا. لحد ما حصل في البلد مشاكل في الانتاج المحلي والاستيراد كان واقف، بس ساعتها كانت بتيجي بضاعه من لبنان وغزه وسوريا والعراق والكويت، ابتدى محمود العربي يشتغل فيها ويتاجر فيها. الحاجات دي كانت بتيجي بمعنى صح من تحت لتحت، وتاجر فيها، هي تجاره مش حرام ولا فيها اي حاجه من الحرمانيه. يجي له التلفزيون ب 10 مثلا يبيعه ب 10 ونص، مروحه ب5 يبيعها ب5 وربع، شريك كاسيت ومسجل فيديو ايا كان. وهنا محمود العربي شاف ان الاجهزه الكهربائيه هي اللي ماشيه، سوقها حلو، بتتباع بسرعه، فيها مكسب، ومن هنا هتيجي النقله اللي هتغير حياه محمود العربي كلها. ولو تفتكر انا قلت لك ان محمود العربي مشي بسياسه اكسب قليل تبيع كتير، السياسه ديت فضل مستخدمها على الشغل بتاعه، وكان بيحرق بضاعه بكميات كبيره لحد ما اليابانيين حطوا عينهم عليه وخلوه المستورد بتاعه، لانهم لو بيبيع بضاعه بكميات كبيره جدا وكمان بيلتزم بكلمته، الكلمه اللي يقولها بينفذها. خليني اقول لك ان اليابانيين بيهتموا بالعملاء والمستوردين بتوعهم، فعملوا زياره للحاج محمود العربي اليابان عشان يزور مصانعهم. بس قبل ما اقول لك النقطه دي، خليني اقول لك ان محمود العربي خلال تجارته خسر 5 مليون جنيه. كان بيتاجر في الوقت دوت في الاجهزه الكهربائيه، واشترى 30,000 فيديو، كان الفيديو واقف عليه ب 2520، الا ان لقى المهربين بيبيعوه ب 2200. قال لك كده انا كده سعر اغلى من سعر السوق، هنزل لسعرهم، ونزل ل 2200، قام المهربين نازلين ل 2000، قام نازل زيهم ل 2000. وهنا عايز اقول لك انه خسر 5 مليون، وده رقم كبير جدا على فكره مش صغير. ومحمود العربي طلع في برنامج وقال لك انا اتعلمت من الخساره دي ان ما اجيبش حاجات بعد كده بكميات كبيره طالما انا اقدر اجيب بكميات قليله. يعني ليه انا اجيب بكميات تكفيني ل6 شهور وسنه قدام وانا اقدر اجيب حاجه تكفيني لشهر واحد بس؟ ومحمود العربي كان متواضع جدا، قال اللي ما اتعلمش يتعلم، ويتعلم امتى؟ لما يبقى في خساره. ودي كانت اكبر خساره اتعرض لها. وانا نرجع لما اليابانيين عملوا زياره للحاج محمود العربي عشان يزور مصانعهم، الطفره اللي غيرت حياته، النقله اللي غيرته ونقلته في حته تانيه خالص. اول ما محمود العربي راح المصانع بتاعتهم، بص كده على المصانع وعلى خطوط الانتاج، اتصدم وقال لك انا ما استاهلش الاكل اللي انا باكله، ايه اللي انا بعمله؟ عمال استورد في شويه بضاعه وادفع جمركهم وابيعهم، انا ليه ما افتحش مصنع؟ وهنا عرض الفكره على اليابانيين. اليابانيين كان بقالهم سنه بس مع محمود، قالوا له مالك يا عم انت داخل سخن كده ليه؟ اهدى شويه احنا بقالنا سنه بس. قال لك لا انا عايز اعمل مصنع. قالوا له لا. وهو هنا محمود العربي ما اعتمدش كلامهم، نزل على مصر واشترى حته ارض وقال لك ثمنها مش هتخسر، كده كده لو فكرت ابيعها ثمنها هيغلى. عمل عليها شويه مباني، قال لك برضه مش هتخسر، هبيعها ثمنها هيغلى. وبعد كده عرض على شركه توشيبا يعمل مصنع مراوح في مصر. قالوا له ليه يا حاج محمود؟ قال لهم انا بستورد منكم 50,000 مروحه في السنه، رقم ضخم. قالوا له خلاص نبدا بالتجميع، وادوا له اسعار التجميع، الا ان محمود العربي لقى ان السعر عالي قوي. قال لهم لا يا جماعه احنا عايزين نقلل في التكلفه عشان نبيع كتير. عرف يدخل لليابانيين منين، عرف يغريهم ازاي، وفعلا وبعد جهد كبير جدا وافق اليابانيين ان هم يعملوا مصنع لمحمود العربي مراوح في مصر هنا. وفعلا الموضوع نجح، وكانت بدايه قويه جدا ليه وناجحه، وقدر بعدها ان هو يخش في مجال التصنيع ويصنع التلفزيونات وشفاطات ومسجلات والاجهزه الكهربائيه، وقدر انه يحفر اسمه كاقوى الصناع على مستوى العالم. وكان ليه هدف ان هو يشغل 180 الف موظف عنده زي شركه توشيبا اليابانيه. شركه توشيبا اليابانيه كان مشغله 180 الف موظف، هو كان عايز يعمل زيها، وقال لك ليه ما يبقاش عندنا هنا في مصر شركه بتشغل 180 الف موظف؟ وهو دلوقتي شغال معاه 50 الف عامل ولسه العدد بيزيد. وخليني اقول لك شغال معاه، الحاج محمود العربي ما كانش بيحب كلمه ده شغال عندي، لا كان يقول لك ده شغال معايا، وكان بيعتبرهم كلهم ولاده، وكان بيقول لهم خلي قدامك هدف لان الطموحات ملهاش حدود. وهنا يجي السؤال لحضرتك، لقيت هدفك اللي هيحركك للنجاح ولا لسه؟ وايه اكتر حاجه اتعلمتها من الحاج محمود العربي؟